اول ما دخلت مركز التدريب يا اسطى، طبعا انت فاكر مركز تدريب بقى وفنيخه وبتاع، بس ما كانش كده خالص. اول ما دخلت كده اهو، رحت لقيتهم بيقولوا احنا عايزين فهد يطلع مداهمه. طبعا انت عارف صاحبك واقف وسط 5000 واحد، ومن غيره من غيره. هيبه واقف يدع. رحت عامل التجميعه كده اهو، راح قال لي بس احنا عايزين اللي هناك. كنت لسه ما حلقتش الشنبه يا كده. باشا الشنب كان متر لقدام، الشنب كنت تحط ايدك كده تتعور، كان امواس. فاهمني؟ دخلت راحوا قالوا احنا عايزين واحد يطلع مداهمه ناو. ليه بقى؟ عشان الارهابيين كانوا من دوله كوالالمبور. ايوه عارفين. بس دي كلها سفاحين. سفاحين، ما هم الارهابيين سفاحين، عشان كده ما- اختارونا انا المداهمه دي. طبعا انا رايح في اعتقاد ان هم يمسكوني آلي. انت عارف صاحبك من المنيا اليوم بقى ما كل هتمسك ايه؟ انت عارف انا كل يوم بضرب 500 600 طلقه في البيت. صح. بس اصحى الصبح كده حي، فاهمني؟ رحت لقيتهم بيقولوا لا انت هتمسك ار بي جي. طب الار بي جي ده كام كيلو؟ كام بيقولوا كيلو؟ كده انك لما مسكت العيال اتكسر في ايدك. التانى. ما قدرتش مستحمل. المهم الار بي جي ده كام كيلو؟ انت فضلتك مش مصدقنا، قدمنا على القائد. لا يا عم انا هرن على القائد. المهم يا اسطى الار بي جي ده كام كيلو؟ انا قلت مثلا لو 300 400 كيلو اشيله. سهله عاديه دي سهله بالنسبه فين على عاديه. كتفنا. كلام فاضي. لقيتهم بيقولوا الار بي جي ده اكتر من نص طن. رحت قلت لهم على الطلاق لا شيء. كده بالنسبه لواحد زيي. مسكته كده اهو ورحت رافعه هنا حتى تلاقي كتفه متعور. امسك كتفه. الله الف سلامه يا شاف اخويا. تعويره؟ الف سلامه. العظمه دي ما كانتش موجوده، طلعت لما شلت الار بي جي. الف سلامه يا اخويا. طب يا جدعان هنروح فين المداهمه؟ قالوا سينا، شمال سينا، حته اسمها ابو ابراهيم. فين ابو ابراهيم؟ في شجره في شمال سينا تحتها رمله، على يمينك كده وانت داخل شمال سينا. اللي هي كلها مكتوبة- انفاق اللي عندي. كلها انفاق. بس هي. صاحبك هذا اللي راح ما رجعش. اللي راح ما رجعش، انا رحت وجيت. ده لولا اهلها بس. اسمع بس الكلام. رحت شلت وسط الار بي جي وفتح سبرنت من هنا لسينا. بصراحه يعني عوضت، يعني خدت لي بتاع مثلا 45 دقيقه. الله كم اكبر. كيلو ده كان؟ الله 200 كيلو؟ من هنا لسينا 600. الله اكبر. ماليش في الطيارات والكلام ده. ليه ما ركبتش طياره؟ عشان الارهابيين هيعرفوا ان انا جاي. الله أكبر. خدت جري. قبل ما اوصل لقيت الارهابيين جايين. 16 سلندر بس هم ما كده. كانوش يعرفوا ان انت جاي اكيد، لان لو كانوا يعرفوا كانوا جريوا. شفتهم من على بعد 36 كيلو. قناص. رحت مشغل الار بي جي ورزع واحد فيهم طلقه جت في بطنه، مات منهم 6. سمعت بقى الزعاق بتاعهم اترعبوا. ما انا جيت لمحت واحد فيهم من على بعد 8 كيلو وربع، اسمه ابو مين الارهابي ده؟ اسمه ابو فادي. ابو فادي. ابو فادي السوري. ده صعب ده كمان. ابو فادي السوري ده انا اللي اتعاملت ده معاه. كل محدش الأخبار يعرف بتتكلم تحت ايده ده. ابو فادي السوري، انت عارفه؟ طب ده مطلوب دوليا. العالم كله مطلوب عارف. دوليا يا باشا. انا كان جبته انتربول عايز. انا جبته محليا، الله اكبر. جبته بكل الاوضاع. قلت لك كده على الطلقه اللي خدتها بدراعك. ما جاي لك ابو فادي ده خاين. الله أكبر. راح بالمتعدد، راح ضرب طلقه. تفتكرها جت فيا؟ تعدد. صدتها بكوعي. الطلقه الثانيه بص كوعي تحس ان هو تحس ان في حديد. طلقه بتضحك. انا رمنا على القائد. لا لا يا عم لا والله. المهم يا اسطى سؤال بس كده، يعني هو شافك من بعيد ده شافني وضرب معاه تلسكوب. انا ما بقى خافش شفته بعين. ما جلكش. ما فانت جلكش صبر. الله اكبر. عملت ايه بقى يا باشا؟ رحت من على بعد فخر ده. يتحسب عليه من اداء. على بعد 8 كيلو وربع. على بعد 8 كيلو وربع رحت لمحت ابو فادي. ابو فادي ده الخطير. رحت مش معايا طلق ولمحت من فوق طياره جايه. طب هتتصرف ازاي الوقت؟ هتعمل ايه انت؟ عملت ايه كده؟ مسكت زلطه تحتيه. اه. لابب بها الطيار وقعت على ابو فادي. على بعد كام الطياره دي؟ الله إيه؟ اكبر. الله حاجه اكبر. زلطه. الله تمام أكبر. ده اللي حصل. الله أكبر. ابص الاقي ابو فادي ما ماتش. رحت منقض عليه من على بعد 500 متر. انا ها وهو هناك 500 متر. نطيت عليه. حطيته هنا مات. عشان كده ادونا لقب ايه؟ الصقر. يبقى انت شربت دمه برضه. شربت. ما انا هو بقى انا ما هو بهورته. الله اكبر. فاهمني؟ لقيت ابو بقى- فادي ده ما ماتش بنوم. ما اسمع مني بقى. ما ماتش بنوم. لقيت واحد سوري عضته تاني. بنوى. لقيت واحد ارهابي. العضه بتاعته بالنوم. لقيت واحد ارهابي تاني جاي لي اسمه ابو مين؟ ابو منة. ابو منة الليبي. منة فضال. الليبي. ده غير منه فضل. يا ساتر. فاهمني؟ ابو منة الليبي ده علم من اعلام الارهاب. ده موتته ازاي بقى بالروسيه؟ اللهم صل على اديتها له فلقت راسه نصين. ما انت صعيد تمام. انت فاهم؟ فاهمني؟ بس كنت اصحى الصبح اعد 1000 ونص ضغط. هي دي رجاله 1000 ونص ضغط يا جدعان. 1000 ونص ضغط. بس كده ب 1000 ونص ضغط. المنيا جابت اسد. فاهمني؟ الله طب اكبر. والبطن يا غالي 500 عقد. البطن ده كنت ممكن العب يا عم الحل 15000. سهل. باين ضاحيه الضاحيه اللي هي بيجروا فيها دي. وانتوا نايمين في البيت. انا
كنت بجري 200 كيلو ضاحيه رايح جاي. ده التسخين ده يا الاحماء. جدعان الحاجات دي كان الطبيعي بيعملها معانا في الجيم اصلا، ده الطبيعي بتاعه. طبيعي بتاعي. الله اكبر عليك. انا يا جدعان في مركز التدريب كنت فاهم. الله أكبر مفيش عليك. مني، انا كنت ما فيش. يا دنت انت كداب قوي يا، انا زهقت منك، انا جاي هات القفص يا، هات القفص ده محمود. كداب قوي ليه يا ابو عبيده ورجعت طياره؟ ايه العربيه فراني مشيت 800 كيلو.